عزيزي المشجع الزملكاوي، الفرجة على الزمالك خطر على الصحة وتسبب الوفاة. دي حقيقة مرة. أي حد مشجع لنادي الزمالك خاصة الفترة اللي احنا فيها دي هيجيله أمراض كتير جدا، فحاول تبتعد عن كرة القدم بشكل عام ونادي الزمالك بشكل خاص، لأن ما يحدث في نادي الزمالك هو سلسلة من العته والغباء. كل ما نفسك تقوله قوله. انت نازل تلعب ماتش حلو، ومن امبارح ايه، بقالنا 5 6 ايام بنتكلم ان يا جماعه ماتشات الدوري مفيش فار. يا جماعه مفيش فار. يا جماعه مفيش فار، يعني ايه؟ يعني مفيش حد هيراقب على الحكام. يعني مفيش حد هيقول لك الكرة دي اوفسايد والكرة دي ضربة جزاء والكرة دي مش ضربة جزاء. وجايب لك مين؟ جايب لك حكم ضعيف الشخصية، ما عندوش فكر، ما عندوش كاريزما. من أول دقيقة، من أول 10 دقايق في الملعب الجهاز المصري نزل خاف يروح يقول له يديلهم إنذار ولا طرد. حكم معدوم الشخصية. ووضعه في مباراة زي دي بين زمالك ومصري يعتبر أندية جماهيرية، حاجة في منتهى العته والغباء من لجنة الحكام المصرية، ومنظومة فاشلة فاشلة. بس طبعا احنا هنتكلم نقول ايه واحنا عندنا كوارث عندنا. طيب، احنا دلوقتي، انت يا عم احمد عبد المقصود، انا عارف ان انت مشيت وخلاص مهتمين من دخول النادي، بس انا عايز اسالك سؤال. هل انت ما تعرفش ان مفيش فار؟ هل مثلا انت نازل ماتش النهارده وما تعرفش ان مفيش فار؟ هتقول لي واحد هيقول لي يا عم عمرو، هو انت بتتكلم على الفار وعلى التحكيم ليه؟ هو اصلا الزمالك ما اتظلمش تحكيميا. طب ما انا عارف ان هو ما اتظلمش تحكيميا، بس انت تلعب دفاع متقدم ليه وانت عارف ان مفيش فار؟ تلعب دفاع متقدم ليه ومفيش فار؟ تفتح الملعب ورا خطوط الزمالك ليه وانت عارف ان في اي حد؟ اللعيبه كلها واقفه ليه؟ مفيش فار يا جدعان. يا جدعان، هو انتوا متخيلين ان في فار؟ يعني حتى الكرة سواء صح او غلط انتوا بتقفوا. طب انتوا واقفين ليه؟ هو الحكم مش يعني الحكم ممكن ما يرفعش حتى لو هي اوفسايد، ما هو الراجل عادي. عندنا كوارث في الدوري المصري واحنا عارفين الكلام ده. بس الغباء والعته ان انت هتنزل تلعب دفاع متقدم و... وتفتح الملعب بشكل غريب جدا. يعني الايجابيات اللي انت ممكن كنت عملتها في التشكيل، ان انت بدأت التشكيل يعني الى حد ما مظبوط باستثناء محمد اشرف رؤى وعمر جابر، ان هم اصلا يعني انا ما اعرفش هم لماذا يمارس عمر جابر ومحمد اشرف رؤى كرة القدم حتى الان، وانا ما اعرفش بصراحة. هي الفكرة كلها مش مستوى قليل، يعني عشان برضو انا اديك برضو مثال وفهم. يعني هو كونك ان انت مستواك قليل، على فكرة في لعيبة كتير جدا مستوى قليل في كرة القدم، بس في حاجة اسمها روح، في حاجة اسمها شخصية، في حاجة اسمها دماغ شغالة. حتى لو أنا فنيا ضعيف، ممكن دماغي تخليني أحسن. يعني أذكر في سبيل المثال، يعني أنا عندي واحد لو في لعيب في الزمالك كان اسمه حمادة طلبة، لو تفتكروه. حمادة طلبة ده كان مش باك، ما كانش باك شمال. بس في وقت من الأوقات كان بيلعب منتخب مصر، وراح يلعب منتخب مصر وهو مش باك شمال، هو مدافع، ولعب منتخب مصر ووصلنا أفريقيا بإنجازه التاريخي. الفكرة اللي أنا عايز أقول لك في إيه، أنت دلوقتي لعيب إمكانياتك محدودة زي عمر جابر كده، اللعيب عمال ياخدك يمين وشمال ما تعمل معاه فاول. يعني ايه اللي هيجرى يعني؟ اعمل معاه فاول. محمد اشرف رؤى كل شويه احنا بتقطع الكوره كونتر اتاك، بيسيب اللعيب الياس الجلاصي ده عمال يلف كده، ياخدك كده ياخدك كده كده، بيلف بيك الكره الارضيه وانت واقف كده. سلام عليكم، وعليكم السلام، انا محتاج حاجه يا عم الياس؟ الدنيا معاك عامله ايه؟ طب عبد الرحيم دغموم، انت الدنيا معاك عامله ايه؟ محتاج حاجه؟ اصلا انا شايفك عمال تلف باللعيبه بتاع الزمالك كتير. لعيبه الزمالك مفيش شخصيه، مفيش رجوله، مفيش خشونه في اللعب. لعيبه الزمالك بتقف تحلق تتفرج على لعيبه، مش لعيبه المصري، لعيبه اي لعيبه قدامهم. اي لعيب دلوقتي نازل بالنسبه لنادي الزمالك، بالنسبه له ده فرصه. ايه هنتنجم النهارده؟ احنا الصفحات هتتكلم علينا وهيجيبونا في برامج. مش بعيد حسام حسن اصلا اللي ما كسبش غير ماتشين، اخر ماتشين كسبهم معرفش امتى. بكره هتلاقيه بكره منتشر في الفضائيات، هتلاقي كابتن سيف زاهر جابه واحمد شوبير. الناس دي جايبين. بس انا برضو هرجع واقول انا عندي محترفين جايبهم من العتبة. يعني أنا دلوقتي شوف إلياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم، تمام، واتفرج على إبراهيم رضاي وسامسون أكينولا باينولا،
وأحمد بالحاج. أحمد بالحاج لعيب أنا شايفه لعيب كويس، بس هو عنده مش يعني لسه ما بقاش فورمة. يعني هو أنا شايف اللعيب ده ممكن كويس، ممكن في الوقت الحالي هيتظلم لإن هو مش جاهز. هو بدنيًا يعني لعب شوط واحد، الشوط التاني اختفى تمامًا، وبدل ما هو يطلّعه راح مطلّع سيف جعفر، وسيف جعفر برضه عندي نفس الكلام اللي هاقوله كل ماتش باقوله له. يا عم سيف أنت لازم تشتغل مع مُعِد بدني، تشتغل مع أخصائي تغذية، أنت لعيب في نادي الزمالك ولعيب منتخبات، لازم تجيب لك حد private يشتغل معاك يضبّط لك دنيتك، تعمل حد يعالج لك مشاكلك، ما تستناش من نادي الزمالك حد يقوّمك، لو أنت عايز تبقى لعيب كورة وعاوز يبقى لك مستقبل في مصر. تمام، تمام. طيب إحنا دلوقتي نزّلنا حاتم سُكّر باك شمال، باك شمال محترم أنا شايفه برضه من الناس اللي هتتظلم في الماتش ده، هو لعيب زي حاتم سُكّر. حاتم سُكّر لعيب كويس، أنا يعني شايفه إن هو باك شمال محترم جدًا، جدًا، جدًا. نزل في ماتش طبعًا الظروف ما خدمتوش. عبد الله جمعة أنا برضه مستغرب، أنت لعيب يعني عبد الله جمعة أنت في الزمالك المفروض اللعيبة اللي في الزمالك دي بتستنى الفرصة عشان تيجي لها عشان تأدّي. أنت عبد الله ما استغلّيتش أي فرص جات لك. اللعيبة أحمد عبد الشافي محمد عبد الشافي وأحمد فتوح غايبين بقى لهم فترة وأنت فين؟ أنت ما بتشتغلش على نَفْسك ليه؟ أنت ما بتتعبش وتشقى ليه؟ ليه مستني مين يا عم مستني حد يقول لك خُد العب ماتشات والّا بتاع؟ ما فيش. الونش يعني أنا لسه برضه عمري ما هاتكلّم على الونش بصراحة، لإن الونش مهمًا كان لعيب راجل، لعيب مقاتل، بس برضه أنت في وقت من الأوقات أنت كابتن في الفرقة، فأنت المفروض تحرّك اللعيبة دي. عليك دور كبير يا ونش بغض النظر عن مستواك، المستوى نَفْسه هييجي إن شاء الله من الماتشات واللعب. مح م محمود شبانة أنا شايفه هو لعيب كويس، بس اتظلم في وسط الناس دي، لإن مشكلتنا يا جماعة في الزمالك في خط النُص، خط النُص مش موجود، فالدفاع بيبقى مكشوف قدّام خط النُص اللي قصاده والهجوم. أنا في كور من كورات أنا شُفت 3 لعيبة من المصري، 3 لعيبة من المصري على الونش وعلى محمود شبانة، الاتنين 3 على 2. باك الشمال الباك اليمين والباك الشمال المفروض يضمّوا في الكرات العرضية، ما فيهوش حد بيضُم، ما فيهوش حد أصلًا بيقطع، ما فيهوش حد بيعمل foul، ما فيهوش حد عنده روح وغيرة. أصل بُص أنت لمّا تلاقي لعيب عمّال يلِف بيك ويروح وييجي، ما اعمل معاه foul يا عم. هو هيخاف منّك بعد كده، هيخاف إيه ده يا عم، ده هاجي أرقّص هيروح خابطني، هيروح عامل معايا foul طب مش عارف إيه. زيزو لا حول ولا قوة، اتحوّل من لعيب كروساته دي كانت يعني تُدرّس في الدوري المصري إلى كل كراته عشوائية، كُلّه لعبه عشوائي. لعيب أنا شايف إن زيزو محتاج يريّح فترة مش قليلة، بس هو لازم يريّح، لإن هو فعلًا بعيد جدًا، جدًا، جدًا عن مستواه، وشايف إن الموضوع بدني معاه، شايف إن الموضوع هو مش قادر يلعب، لإنه بدنيًا مش واقف على رجله، بدنيًا محتاج يرتاح، بدنيًا لأ لازم يركن، لازم يرتاح. تمام. بعض اللعيبة برضه اللي إحنا لازم يعني لازم نشوف حل معاها، ونشوف هنعمل معاها إيه. أنا شايف في بعض اللعيبة أنا ما أعرفش ال4 لعيبة اللي قرروا وقفهم ومش عارف، أنا ما أعرفش مين اللعيبة ال4 لعيبة، بس أنت دلوقتي في لعيبة أنت لازم تصعّدها، خلاص بقى الموسم ضاع. الموسم ضاع وأنت ما بتكسبش، فهات بقى لعيبة تعتمد عليها الموسم الجاي، هات لعيبة خلاص أنت تبدأ بيها معاها المواسم الجاية دي، عشان ترتاح. ما هو كده مش هتنفع، كده هتفضل في المولد ده كده والوضع ده إلى ما لا نهاية. للأسف يعني حرام اللي بيحصل في جمهور نادي الزمالك ده، كلها قرارات إدارية وعشوائية غلط، غلط من مجلس الإدارة بالكامل.